يما ودي أسألك سؤال. تفضل يا حبيبي. يما هو البني آدم يقدر يتحول لعصفور؟ عصفور؟ شو هالسؤال الغريب؟ بس لا يما، ما يتحول لعصفور البني آدم. مستحيل. كيف البني آدم ما يتحولش لعصفور وأنا سامعه بإذني؟ يا حبيبي علامك التمتم بالحكي، علي صوتك خليني أسمعك، شو قاعد تقول؟ ولا شي يما، بس بسألك سؤال ثاني عشان أتأكد من شغلة. هو كل العصافير تطير؟ إيه علام الولد معلق على العصافير اليوم. يما كل العصافير تطير. مستحيل. كيف كل العصافير تطير؟ لا مستحيل، وأنا شايفة بعيني عصفور ما بيطير ملزق. يا ولد رفعت لي ضغطك، سولف شو بي عندك، لو ايش تحكي بصوت واطي ما انا سامعك. يما آسف إني راح أقول لك هيك، بس أنت صراحة معلوماتك كلها غلط بغلط. كيف إنه كل العصافير تطير؟ هات فهمني، شو اللي عرفك إنه مش كل العصافير تطير؟ هسه راح اثبت لك انه مش كل العصافير تطير، والدليل على كلامي. ليش الزبونه اللي عند ابوي بالمحل مش راضيه تطير بالرغم انه دايما يناديها يقولها يا عصفورتي؟ يا عصفورتي ها؟ ما كون حسنية بنت مجعص إذا ما طيرت أبوك وطيرتها بنفس الساعة. جاييتك يا حسني. ياي، كان نفسي اشوف ابوي وهو يطير. خليني اروح اشوف كيف امي ودها تطير العصافير.